ما عندي حساب سياسي. منين مشيت للبرلمان وبداو شي اخوان تيقول، قلت له شوف اليوم انت مسير الحكومه، غدا غادي يجي واحد اخر اللي مسير الحكومه وعنده حساب في دماغه هو. شنو غادي نبدا نتبع حسابك ومنين تزول انت يجي الاخر نتبع حسابه؟ فهمتي؟ هادو هما الاشياء اللي تنقول انا ملي تتقول لي تيجيو بكذا وكذا هما تيطلبوا، ولكن اللي هو مسؤول على التوازنات واللي خصو يشوف فين ماشي يمشي وكيف غادي يمشي الى اخره، لابد ماشي يقول له ودي هادي يمكن لي نعملها، هادي ما يمكنليش نعملها، هذا. واللي تنزيد انا نقول غادي يشوفوا شنو هما الاولويات. ما يمكنناش نعملوا كل شيء، ما يمكنليش ماشي تقول لي ماشي نعمل الموانئ وماشي نعمل الطرق وماشي نعمل الطياره وماشي نعمل السكنه وماشي نعمل الصحه وماشي نعمل التعليم وماشي نعمل. قل لي عندي 5 سنين ديال هذا، شنو الاولويات في هذا العمل هذا؟ الاولويات اللي يمكن ما بين ما هو اقتصادي او ماكرو اقتصادي وما هو اجتماعي اللي يمكن يجمع بين. هذا هو انا فاش اشياء تتمشي. البيدجي قلت على انه تيجيبوا واحد العدد ديال اشياء. حنا اللي تنقولوا بكل امانه تنقولوا هنا فاش نعاود نرجع للسؤال الاول اللي تذكرنا عليه، وهذا لان كاين اللي تيقول لك وصدعتيونا بهاد التوازنات الماكرو اقتصاديه، طلعتيونا في الراس، طلعتيونا في الراس تقول لهم اودي الله يهديكم، اودي راه الى زهقتي راه غادي هادشي تيأثر ماشي غير على الميزانيه، تيأثر اكثر فاكثر على الميزان الحساب الجاري ديال ميزان الاداءات، لا بالونس دي بايمون. كيف تنقول لكم ونعاود لكم على انه المشكل هو الا ما بقاو لك الدوفيز عمله صعبه، اش غادي تعمل؟ ماشي بقى لك الصندوق النقد الدولي تمشي تقترض منه وينزل لك شروط الخزيرات، كيف نزلها لنا في البرنامج التقويمي. ها هو بحال اللي تتشوف فيها. نعطيك مثال سهل، دابا تونس معاه من خدامه الصندوق النقد الدولي، الاردن معاه من خدامه الصندوق النقد الدولي، مصر. فهمتي؟ دابا هذا هو المشكل، وداك الساعات غادي تبدا تزرب في واحد الاصلاحات اللي لا يمكن ان تتصور، لان مصر لما ما بقاو لها دوفيز وبقات تدافع شي شويه على العمله ديالها وحلت، مشات لو فلوطمون مباشره، مشات للتعويم. ماشي انه في نظام الصرف تنمشيو نقطه بنقطه، ايتاب باغ ايتاب، لا، مرحله بمرحله. ما مشاوش مرحله بمرحله، مشاو للتعميم مباشره. عرفتي لين وصلت الانفلاسيون؟ وصلت ل 30%. دابا اللي تنقولوا لهم المسلمين راه هادشي عندك توصلوا له، ما خصناش نوصلوا له. هما غير يديروا الموزيت ساهله، شنو نعمل لا بلونش ابيي؟ ها هما دابا في الجزائر هما وحلو، كانت عندهم 240 مليار ديال الدولار دو ريزيرف دو شون، عرفتي لين وصلوا دابا 70 70. ايوا خدم لا بلونش ابيي. ترجاكم لذاك تنقول لك اودي ان بو دوميليتي، ان بو دو موديستي، شوف الحاله وشوف غادي ترتب عليها ماشي. لذا جات لا لوا اورغانيك دي فينانس ودخلت التعديلات الاساسيه، لان الا تعمل بها غادي يكون اساسي. علاش؟ لان دخلت لا بروغراماسيون تريانال، دخلت لا بيرفورمانس، دخلت على انه سكي انسكي نو دو با اتر ديباسي، ان الا ماش تعمل لا ماس سالاريال كذا كذا ما يمكنلكش تتعداها، على انه خصك تنزل لي زانديكاتور دو بيرفورمانس، ومنين تنزل لا لوا دو فينونس تنزلها افيك لي طابلو ديالها كلهم.
دونك نزلت بطبيعه الحال بدات الاشياء تطبق. 2018 بداو، 2019 بداو، وما ماشيين الى النهايه غادي يمشيو باش تطبق علنا. الا مشيتي في هذا الشيء، واما زيد لما دابا انا ماشي ضد لو ديالوغ سوسيال، واخا سيدي عندك الحق على انه واخا تدخل 0 في 4 ولا 1 في 2 ولا كذا، شنو هو المقابل ديالو؟ المقابل ديالو خصو لاميليوراسيون دو لا برودكتيفيتي، على الانتاجيه خصها حتى هي تحسن. واما غير زيد بلا انتاجيه، وهذا هو اللي قال له كحوز، قال له داير الحمار قصير. فهمتيني؟ هذا هما دابا ما خصنا شيء المزايدات، لان ما يمكن ليش انا نجي ندافع على فئه من الفئات ضد المصلحه الوطنيه عليا. محتاجه سيدي، ولكن تصنت لي حتى انا، لانها هو المشكل. والمشكل اللي عندنا انت نزيد ناكد على انه الدرهم بغيتو الدرهم الى سياسينا والجزائر قرروا سياسيا رئاسه الحكومه من بوتفليقه، ماشي هادو من بوتفليقه، وماشي قبل من الاول، على انه منين نزل الثمن ديال من 2014 نزل الثمن ديال النفط البترول، قرروا انه ما يمشوش للصندوق النقد الدولي. اختيار سياسي. شنو كان الانعكاسات ديالو؟ هي لا بلونشابيه، قالوا للبنك المركزي يلا سيدي باش نخلصوا الاجره ديال الموظفين، يلا يحرك. لا يحرك انت شنو قلت لك؟ من 240 ل 70. يا كيف تعملها؟ وهادشي اللي وقع لنا في الثمانينات مع غايه الاسف. هادشي اللي وقع لنا في الثمانينات. On avait un déficit du trésor qui était à 12, on avait une inflation qui était à 2 chiffres, 11, on avait un déficit du compte courant de la balance des paiements qui était pratiquement à 2 chiffres. Au Qfna, on n'avait plus de réserve de change. En février 83, 15. شنو عملتي؟ Tu as rééchelonné la dette. واللي جاو يقول لك ريشلون، بغيتي ريشلونمون، دوز اسيدي عند الصندوق النقد الدولي ارى الشروط. هذا هو المشكل اللي مطرح. انا دابا عاود غادي نقول هذا الكلام، هذا ما بغاش الديالوغ سوسيال، ما بغاش الزياده، وهذا ضد ما تعرفش شنو. واش انا ما عندي قلب، ما عندي حساسيه، ما عندي زعما الضعيف او كذا، الهضره هذه. ولكن إن بعض الشر أهون من بعض. إن بعض الشر أهون من بعض. فهمتي؟ لذا تنقول أودي نتريتو نتكلموا بكل صراحة. أنا ما